اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن منصة جديدة اسمها فيكتور شيفت اي اي. فيكتور شيفت واحدة من المنصات اللي ممكن تعمل بيها اي اي شات بوتس. مش بس كده، انت كمان ممكن تعمل بيها اي اي اوتوميشن. المنصة شبيهة جدا لفلو وايز، كل اللي بتعمله ان انت بتدراج اند دروب النودز وبتجمع بيها الشات بوت بتاعك. في الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه هنبتدي نتعرف مع بعض على فيكتور شيفت ونبتدي نشتغل عليها خطوة بخطوة. فيكتور شيفت مختلفة عن فلو وايز ان انت مش محتاج ان انت تو انستول اي حاجة عشان تشتغل عليها. المنصة بتشتغل بشكل اوتوماتيك. كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت بتسجل حساب جديد على المنصة، وبتقدر ان انت تستخدم المنصة بشكل مباشر. اول ما بتفتح الموقع كل اللي بيظهر قدامك الصفحة اللي قدامك ديت بتبتدي من get started. بس قبل ما نبتدي خلينا نخش على اسعار فيكتور شيفت عشان نبقى عارفين هي اسعارها ايه. فيكتور شيفت بتبتدي معاك من اول الستارتر اللي هو فري، والبلان ديت بتكون مجانية تماما وبتديك واحد بايبلاين هو الشات فلو او الورك فلو او الاوتوميشن فلو اللي انت هتشتغل عليه، بتديك واحد عشان تجرب بيه. الميزة فيها كمان ان انت بسهولة جدا تقدر تستخدمها من غير ما توصل الاي بي اي بتاع اوبن اي اي بتاعك. ولو في اي وقت قررت ان انت عايز تستخدم البيد بلان اسعارها مناسبة جدا، حوالي $25 في الشهر، وبتديك مميزات تانية كتيرة جدا. خلينا نخش دلوقتي على get started ونسجل حساب جديد ونبتدي نشتغل على الابليكيشن بشكل مباشر. اول ما هتفتح الابليكيشن وتعمل ريجستريشن، هي دي الصفحة اللي هتظهر قدامك. احنا لسه ما عملناش اي بايبلاينز او اي شات فلوز، فعشان كده هتظهر قدامنا فاضية. بعدين في الماركت بليسز اللي فيها كل الشات فلوز المبنية او التمبلتس المبنية اوريدي اللي ممكن نستخدمها بشكل مباشر. في الفيديو ده هنبتدي من سكراتش عشان نتعلم مع بعض ازاي نستخدمه. كمان فيها النولج بيز اللي اقدر من خلاله احط فيه سواء كان الموقع الالكتروني بتاعي، سواء كان الملفات الخاصة بيا. اقدر كمان ارفع ملفات كاملة واتكلم معاها. اقدر اعمل اوتوميشن كامل يشتغل نيابة عني، زي مثلا ان هو يبعت ايميلات او يرد على الايميلات او يسكراب الانترنت. فيها كمان الشات بوتس اللي هنتكلم عنها دلوقتي، والسيرش هنتكلم عنها في فيديوهات جاية، وبقية الحاجات كلها هنتكلم عنها في فيديوهات جاية قريب. خلينا الاول نبتدي بالبايبلاينز، وديت الشات فلو بتاعي. هبتدي تو كرييت نيو بايبلاين او نيو شات فلو، ومن هنا بتبتدي تديني تمبلتس اوريدي جاهزة. ممكن ابتدي بالبيزك، ممكن ابتدي باسيستنت، شات بوت، برودكتيفيتي، جيميل او غيره. انا هبتدي ببايبلاين فروم سكراتش عشان نبتدي نتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي نعمل شات بوت بالذكاء الاصطناعي. بمجرد ما تخش عليه هيديك الكانفا فاضية تماما، لسه ما فيهاش اي حاجة. فيها الجنرال وهي فيها الانبوت والاوتبوت وشوية تفاصيل تانية هنتكلم عليها، ال LLMs، ودي كل انواع اللارج لانجوج موديل اللي ممكن تو انتجريت معانا في الشات فلو. النولج بيز، وزي ما اتفقنا قبل كده ممكن تبقى ويب سايت، ممكن تبقى ملفات، ممكن تبقى حاجات مختلفة كتير. انتجريشن بيديك انتجريشن مع ايرتيبل، مع ديسكورد، مع جيميل، مع حاجات تانية كتير. ومن اهم الانتجريشنز اللي انا شفتها رائعة هنا هو الانتجريشن مع زابير او مع ميك، لان كده انت اخدت صلاحية ان انت توصل لحاجات تانية كتير من خلال ميك او زابير. فيها الداتا لودر اللي ممكن احط منها الداتا بتاعتي، والمالتي موديل لو عايز استخدم اكتر من موديل في نفس الشات فلو، واللوجيك او كونديشنز، والشات. ودي الصفحة الرئيسية بتاعت الكانفا. اقدر ان انا تزوم ان او تزوم اوت او اعرض الشات فلو كامل واعمل لوك للسكرين ديت على الوضع دوت. اخر حاجه عندي نوت السيتنج بتاعت الشات فلو دوت، ولو عايز ترن ذس شات فلو او البايبلاين، واي تغييرات بعملها بدوس هنا اهوت عشان خاطر تديبلوي. خلينا نبتدي فروم سكراتش. نبتدي من اول حاجه هنحط انبوت واوتبوت، وبسهوله جدا لو وصلنا الاتنين ببعض مش هنحصل على اي حاجة غير ان انا المدخلات هي بالنسبة لي نفس المخرجات. فلو جيت عشان اعمل تيست، لو قلت له الانبوت بتاعي هاي، هيرد عليا ويقول لي هاي، لان هي نفس المدخل هو نفس المخرج. هنا هوت لو خدت بالكوا دي الستاندرد فيو، ولو قلت له هاي هيرد عليا برضو ويقول لي هاي، لان المدخل هو المخرج. ولو دخلت على شات بوت وقلت له هاي هيرد عليا برضو ويقول لي هاي، لان هو نفس المدخل هو نفس المخرج. ولو لاحظتوا ان هتلاقوا ان بقى في علامتين خضر، معنى كده ان الشات فلو processed الانبوت والاوتبوت successful. طبعا لو دخلنا على الانبوت هنا ممكن يبقى الانبوت عبارة عن تكست او فايل او اوديو،
وبالنسبة الاوتبوت ممكن يبقى تكست او ايمج او تكست معين او جيسون فايل او اوديو زي ما انا عايز. يعني ممكن اخليه شات بوت بكاريت ايمجز او شات بوت بيرد بالصوت. طيب خلينا نخلي الموضوع انترستنج شوية، وبدل ما هو كده هوت الانبوت هو نفس الاوتبوت، خلينا نكسر الكونكشن دوت بان احنا بندوس عليه دبل كليك، وبعدين بنروح على تكست وهنجيب تكست وهنوصل بالاوتبوت. وما تخافوش الموضوع سهل وبسيط. خلينا نبتدي مع بعض خطوة خطوة. هشيل الانبوت دوت وهقول له هلو هاني، ولو انا وهسيب طبعا الانبوت زي ما هو، مش هوصله لان مفيش مجال ان انا اوصله بيه لو خدت بالكو. فلو قلت له اي كلمة هنا هوت هاي مرة تاني هيرد عليا ويقول لي هلو هاني، لان هو ده المدخل اللي داخله. لو لاحظت ان هو الانبوت از نوت رانينج، هو اللي حصل هو ان هو اخد التكست اللي انا مديهوله وطلعه زي ما هو. طب خلينا نصعب الموضوع شوية، وبدل ما هي هلو هاني ممكن يبقى المدخل عبارة عن variable. فانا عشان ادخل variable قدامي حاجة من الاتنين، يا اما بدوس double curly braces وبقفلهم، وفي الحالة دي بكتب الفاريبل بتاعي اللي هنا هو هسميه name وهقفل الكيرلي بريسز. او الاوبشن التاني هو ان انا بدل ما بكتب كيرلي بريسز ممكن ادوس هنا على الزرار دوت واخليها بدل ما هي فاريبل بقت نيم. ولو خدتوا بالكم هتلاقوا هنا هو بقى في نوت زياده ينفع ان انا اوصل بيها الانبوت من خلالها. فانا هنا هو لو قلت له هاني بس هيقول لي هلو هاني، لان هو ببساطه جدا كل اللي عمله اخد الانبوت بتاعي اللي اسمه هاني ودخله مكان كلمة نيم، فاداني اوتبوت عبارة عن هلو هاني. طيب خلينا بقى نبتدي نعمل شات بوت، لان الهدف من اللي احنا بنعمله ده كله هو ان احنا نعمل شات بوت. فاحنا هنشيل دلوقتي التكست وهنحط مكانها ال LLM عشان يبتدي يرد على اليوزر. فبنشيله بان احنا بندوس دبل كليك على علامة الاكس، وبعدين هنخش على LLM وهناخد OpenAI LLM هنا هوت. ولو لاحظنا هنلاقيه بياخد عبارة عن سيستم مسج اللي هي بنحدد بيها دوره ايه، والبرومبت اللي هو اليوزر بيسأله المفروض، او بنحدد له برومبت معين وبنحدد له هنا هوت ايه الموديل اللي احنا عايزين نستخدمه. فانا هبتدي معاكم واحدة واحدة بان احنا هنحط السيستم مسج، وهقول له انا كتبت له انت قرصان اسمك احمد، ودي سيستم مسج. والبرومبت ممكن اسيبها فاضيه او احط فيها كلمه اهلا، وبعدين هوصل التو نودز دول ببعض. لاحظوا ان انا لسه ما وصلتش الانبوت او اللي هيدخله اليوزر، انا بس بجرب معاكم علشان خاطر نفهم هو هنا بيعمل ايه. فانا لو جيت قلت له اهلا هيرد عليا مفروض بصيغه القرصان اهلا يا صاح، كيف يمكنني مساعدتك في رحلتك عبر البحار. فرد عليا بشكل زي القرصان بالظبط. ولو سألته اسمك ايه مش هيرد عليا بأي اسم تماما، لان هو لسه مش فاهم ان انا بسأله على اسمه. اهلا يا صديقي كيف يمكنني مساعدك في رحلتنا عبر البحار، لاني انا كل اللي بعمله هنا هو ان انا بقول له اهلا. طب انا عايز ابدل اهلا بدل ما هي هارد كودد بالشكل ده، واقول له السؤال او question، وبعدين هقول له الكويستشن اللي هيجي لك هو عبارة عن variable جاي من اليوزر اسمه question. فانا دلوقتي ممكن اوصل الانبوت اللي هيدخله اليوزر بالquestion. والميزه هنا هو ان انا مش محتاج ان انا ادخل الاوبن اي 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 بي اي بتاعي، بس لو حابب ان انا ادخله اقدر ان انا ادوس على الزرار دوت وادخل الاوبن اي 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 بي اي بتاعي هنا هوت، بس انا مش محتاج ان انا ادخله بشكل كامل. ودلوقتي خلينا نساله مره تاني اسمك ايه. فانا سالته اسمك ايه، والمفروض ان هو يرد عليا ويقول لي اسمي احمد. اسمي احمد كيف يمكنني مساعدتك اليوم. وبكده قدر فعلا ان انا اوصل المدخل بالاوبن اي اي بالمخرج بتاعي اللي طلع ورد عليا بنفس الصورة. طيب خلينا بقى نصعب الموضوع شوية كمان ونبتدي ندخله داتا ونسأله على الداتا ديت. زي مثلا ما نكون عايزين ان الشات بوت دوت يكون لمطعم، فخلينا نبدل البرومبت هنا ونقول له انا قلت له انت موظف في مطعم الحاتي اجب اسئله المستخدم من الداتا. طيب فين الداتا؟ انا محتاج ان ادخله الداتا الاول. فاول حاجه هعملها اقول له knowledge base، وهقول له انا هديك knowledge معينه تبتدي تستخدمها. فانا هنا هو لسه ما عنديش اي knowledge اقدر اديها له، فهقول له create new knowledge base، وبعدين هديها اسم. فهقول له مطعم الحاتي وهقول له create. انا سميته الملف الحاتي وهقول له create، وهيبتدي يكريت لي داتابيز
اقدر احط فيها knowledge base، فهقول له add document choose او upload file، واقدر احط scrap URL او احط له فولدر فيه مجموعة ملفات. انا هقول له choose او upload file. انا حطيت له ملف اسمه الحاتي ريستورانت، هو ده الملف اللي انا هختاره، وهقول له confirm selection. فاصبح عندي ملف الحاتي هو دلوقتي شغال بيعمل له ابلود. وانس ان هو عمل له ابلود عمل عليه علامة صح، هرجع تاني للبايب لاين بتاعي وافتحه وهبتدي الاقيه اختاره باسم الحاتي. طيب دلوقتي الحاتي بياخد مدخل واحد ومخرج واحد، او النولج بيس بتاعتي بتاخد مدخل واحد ومخرج واحد. اول مدخل هو الكويري او السؤال اللي بيسأله اليوزر، فلازم اوصله بالسؤال اللي بيسأله اليوزر عشان يبتدي يدور في الداتا بيس بتاعت النولج بيس اللي فيها مطعم الحاتي. والمخرج هو اللي انا اوصله هنا، بس اوصله فين؟ مفيش مكان اقدر اوصله فيه، عشان كده لازم اعمل له في البرومبت واقول له هتدور في الملف دوت. فهقول له هنا context، وبعدين هدخله variable هسميها الداتا مثلا، فانا سميتها الداتا. وبعدين هلاقي ان هنا طلع لي مكان اقدر ادخل فيه النولج بيس بتاعتي اللي هي اسمها مطعم الحاتي. وبكده انا قلت له انت موظف في مطعم الحاتي، اجيب المستخدم من الداتا واديته الداتا ووصلت له الداتا. فلما يجي السؤال يروح لل LLM هيبتدي يقول له الكويستشن اللي هو اخده من اليوزر اللي هو الكويري اللي في الانبوت، والكونتكست او المحتوى اللي هو هياخده من النولج بيز اللي هي اسمها مطعم الحاتي. تعال نجرب مع بعض الموضوع دوت. وهنخش على شات بوت فيو هنا وهسأله سؤال واقول له خلينا الاول ننظف الشات ده كله، واقول له فانا كتبت له هل المطعم مناسب للعائلات، فهستناه ثواني وهيرد عليا وهيقول لي نعم مطعم الحاتي الأصيل مناسب للعائلات حيث يحتوي على أماكن مخصصة للعائلات ويوفر جو هادئ ومريح. ممكن أسأله سؤال كمان وأقول له مواعيد المطعم إيه، فأنا قلت له مواعيد المطعم وهستنى يرد عليا. والمفروض ان هو بيروح يدور في الداتا بيز هنا وقال لي مواعيد العمل في مطعم الحاتي الاصيل هي يوميا من الساعه 12 ل 12 منتصف الليل. ممتاز كده انا الشات بوت بتاعي بقى جاهز ان هو يبقى ديبلويد، او ان انا اقدر اوصله بعد كده سواء ان كان بالواتساب او اوصله بالموقع بتاعي او اوصله بالتليجرام او اوصله باي شكل كان. فهقول له deploy changes، وعشان ابتدي اديبلوي التشينجز ديت لو لاحظت ان هو هيقول لي your changes has been successfully deployed، وهقول له share export البايب لاين دوت لو انتوا شايفينها معايا. فهيقول لي عايز تاكسبورت على اساس شات بوت ولا اوتوميشن ولا سيرش ولا فورم. انا هقول له شات بوت لان ده هيطلع شات بوت. هيقول لي طب ادي الشات بوت الاسم بتاعه، هقول له اسمه الحاتي، قلت له اسمه الحاتي وهقول له create شات بوت، وهو دلوقتي هيبتدي يعمله على اساس ان هو شات بوت. ممتاز. طيب في شويه اوبشنز كده لازم ادخلها له، زي مثلا الشات بوت ايه اللوجو بتاعه، ايه المسج اللي هتطلع له، الالوان وغيره. فاول حاجه بنختارها هو عايزه كوبايلوت ولا شات بوت. انا هختار شات بوت، والفرق ما بين ده وده ان الكلام بدل ما بينزل تحت بعضه لا بينزل يمين وشمال. لو في ديسكليمر معين ممكن احطه هنا واقول له في حاله الرغبه في التواصل معنا بشكل مباشر اتصل على رقم كذا. وهنا الامبيد بتاعي لو انا عايز اعمله ليميتيشن على دومين معين، والمسج سندر اليوزر نيم مثلا اللي هيطلع هنا خلينا نجربه مع بعض هنا عشان نقدر نشوف الكلام وهو بيتغير. فهسأله ممكن المنيو، فانا قلت له ممكن المنيو، فهستنى يرد عليا. قال لي this is a preview section، ده بريفيو بس مش اكتر، تقدر تشوف منها الالوان تقدر تشوف منها الاشكال. فاقدر ان انا اغير بدل ما هي بتطلع هنا يوزر وبيطلع هنا اسيستنت ممكن تبقى يوزر اسيبها زي ما هي او اكتبها المستخدم. ولو لاحظت هتلاقيها غيرها هنا باسم المستخدم، واسيستنت ديت هخليها مطعم الحاتي. لو لاحظت هتلاقيه غيرها هنا مطعم الحاتي. الستايلينج بتاعي ايه الالوان اللي انت عايزها بالاشكال اللي انت عايزها، لو الالوان دي مش عاجباك ممكن تغيرها بسهوله. البوتtom بار اللي هو البار اللي تحت لو انت عايز تشيل كلمه باورد باي ممكن تشيلها من هنا. ولو عايز تكتب كلام معين تحت هنا ممكن نكتبه. ولو عايز تحط افاتارز تقدر ان انت تحط لينك لصور افاتار وتطلع هنا بدل حرف الميم وحرف الالف. انا هرجع اقول له هنا على اكسبورت، هدوس على اكسبورت وهيبتدي يديني الشات بوت اللينك بتاعه. ولو عايز تو امبيد الشات بوت تحطه مثلا في مكان معين على الويب سايت بتاعك، زي ما بتحطه مثلا على ويكس او فريمر او ويب فلو او ووردبريس، تقدر تاخد الكود دوت وتحطه على الموقع بتاعك. خلينا نفتح الشات بوت مع بعض من هنا،
وفتح لي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ممكن اعدل فيكتور شيفت واعدل الايكون ديت واخليها الاسامي بتاعتي، وخليني اساله عن المنيو بتاعته. فانا هنا اهوت سالته عن المنيو ومستنيه يرد عليا، وهنا رد عليا بالمنيو وقال لي مرحبا بك، اليك قائمة الطعام في مطعم الحاتي، المقبلات، المشويات، الاطباق الجانبية، المشروبات. ولو انت عايز تسأل اسئلة تاني، الفري ديليفري، الواي فاي، ممكن اعدل كل دوت واخليه بالانجليزي، بس هسأل لو في واي فاي مثلا. نعم، في مطعم الحاتي نوفر خدمة الواي فاي المجاني لجميع زبائننا. ما هي اسعار الوجبات؟ هل يمكننا توصيل الطعام؟ هل يتوفر قائمة طعام مطبوعة؟ هقول له هل يمكن توصيل الطعام مثلا. نعم، نوفر خدمة توصيل لجميع المناطق داخل القاهرة. وبكده نقدر نقول ان احنا عملنا شات بوت كامل لمطعم الحاتي من خلال فيكتور شيفت، بدل ما عملناه قبل كده من خلال فلو وايز. وكده ما بقاش فاضل غير ان احنا نوصله على الواتساب. لو انا رجعت مرة تاني وقلت له شات بوت وقلت له تويلو كونفيجريشن، لو دوست عليها كده هيديني تويلو كونفيجريشن عبارة عن التويلو ويب هوك بتاعي والاس اي دي والاوثرايزيشن توكن. هروح هاخد من التويلو الاوثرايزيشن توكن بتاعي واحطهم هنا، والاس اي دي واحطهم هنا، وفي نفس الوقت هاخد اللينك دوت وهحطه في تويلو. خليكم معايا في الفيديو الجاي وهنشوف مع بعض ازاي نوصله على الواتساب. وبكده نكون عملنا شات بوت جاهز ان احنا نحطه في الويب سايت بتاعنا او نوصله بالواتساب او بالتليجرام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو استمتعتوا بيه ما تنساش تعملوا سبسكرايب وتتابعونا في الفيديوهات اللي جايه. شكرا.